بيبدأ الفيلم بمشهد من جوه زنزانة في سجن. بنشوف المسجون اللي لقبه بيكون السواق وقت ما كان بيستعد للخروج من السجن، وبيوصل العساكر للزنزانة وساعتها بيكلبشوه. لكن في وقت ما كانوا طالعين بيه في ممرات السجن بنشوف باقي المساجين وبيكونوا بيشتموه وبيقولوا له لما نخرج من السجن هننتقم منه، وبياخدوه العساكر لمكتب مأمور السجن اللي لما بيبص في ملفه بيلاقيه مسجون بتاع مشاكل وتسبب في إصابات كبيرة لزمايله، وبيقول له انت شخص جواك شر كبير لكن حاول تغير من نفسك وتعيش كويس عشان ما ترجعش للسجن تاني. وبيقول له لو حسيت بصعوبة في التعامل مع المجتمع اتصل بالأرقام دي، وبيديله كارت فيه أرقام الخدمات الاجتماعية، وبيسأله لو عنده أي سؤال تاني لكن بيرد عليه وبيقول له فين باب الخروج. وبيخرج من بوابة السجن بسرعة بس ساعتها بيلاقي المكان فاضي، وبيطلع الكارت اللي اداهوله مأمور السجن وبيرميه، وبيفضل يجري بأقصى سرعة بعيد عن السجن، وبيوصل لجراج عربيات وبيروح لعربية متغطية وبيفتحها وبيلاقي جواها ورق وسلاح ورسالة حد سايبها له، وبيطلع الصورة اللي كانت معاه في السجن وبيبص عليها تاني بغضب وبيعلقها قدامه في العربية، وبيسوق العربية بسرعة جدا وبيوصل بيها لمكان تاني، وبينزل من العربية وبيعدي الشارع بسرعة جدا لدرجة ان العربيات كانت هتخبطه، وبيدخل شركة وبيقتحم الباب وبتحاول السكرتيرة توقفه لكن بيكمل في طريقه بسرعة، وبيبدأ يدور بين الموظفين على شخص محدد، وأول ما بيلاقيه بيطلع السلاح من جيبه وبيضربه بالنار قدام باقي الموظفين اللي بيكونوا بيصوتوا وبيجروا، وبيكون في كاميرا مراقبة وبتصور كل اللي بيحصل. وفي مطعم صغير وجوه الحمام بنشوف شخص لقبه الشرطي اللي بيكون مستني حد، وبيجي الشخص ده وبيطلع تاجر مخدرات وبيبيع له هيروين، وبيطلب منه كمية أكبر لكن التاجر بيرفض وبيقول له شوف حد غيري يبيع لك، لكن بيقنعه وبياخد منه كمية تانية، وبيقعد في عربيته في شارع صغير وبيتعاطى المخدرات. وبعدها بيروح لموقع جريمة القتل اللي عملها السواق، وأول ما بيشوفوه باقي الضباط بيتضايقوا وبيسألوا نفسهم عن إيه اللي جابه، وبيقول لهم إن هو كمان مش مبسوط برضه لكنه مضطر ينفذ الأوامر مع إنه هيطلع معاش كمان أسبوعين. وبينتشر خبر الجريمة في القنوات على التلفزيون وبيقولوا مواصفات القاتل وإنه في الثلاثينات وإن طوله 190 سنتي. وبيدخل السواق محل وبيقابل شخص جوه بيقول له جهزت لك عربية جديدة ولستة الأسماء اللي طلبتها، وبيعرفوا إن السعر هيزيد لأنه بيدور عليهم من 10 سنين، بس بيقول له السواق إن السعر هيقل. فبيقرر الراجل إنه ينادي على البوديجارد اللي معاه وبيحاول إنه يهدده بالبوديجارد، لكن البوديجارد أول ما شاف التاتو المرسوم على إيده طلع يجري، والراجل لما لقى البوديجارد هرب اداله لستة الأسماء والفلوس. وبتبدأ الضابط سيسيرو والمسؤول عن القضية إنها تراجع كاميرات المراقبة اللي في الشركة، ولما بتعيدها أكتر من مرة بتلاحظ إن القتيل كان يعرف لأنه أول ما شافه اتخض وقام بسرعة، وإن ده دليل إن في معرفة سابقة بينهم. وبيبدأ السواق يبص في لستة الأسماء اللي خدها بيلاقي فيها صور وأسماء وعناوين لأشخاص مختلفين. في نفس الوقت بيتصل الضابط على طليقه وبيطلب منها إنه يكلم ابنه، لكنها بتعرفه إنه نام وبتقول له أنت وعدته توديه المباراة بكرة ويا ريت إنك ما تخلفش وعدك معاه. وفي اليوم التاني بنشوف شخص لقبه القاتل بيكون عايش في فيلا كبيرة جدا وفخمة، وعلى الحيطة معلق أخبار وصور ليه عن إنجازاته في البرمجة والتايكوندو وأنشطة تانية كتير، وبتكون معاه صديقته اللي بيقول لها إنه زهق من اليوجا وإنه عايز يجرب حاجة جديدة. وساعتها بتجيله مكالمة من رقم مجهول وحد بيقول له إنه عنده ليه هدف جديد وشخص عايزين نتخلص منه، وبيبعت له صورة على التليفون وبتطلع صورة السواق. وساعتها بتسأله صديقته عنه فبيقول لها إن من الأفضل إنها ما تسألش، وبيلبس بدلة شيك وبيتحرك للجراج، وبيكون عنده درج مليان باسبورات وبطاقات مزورة بجنسيات كتيرة وكمان نمر عربيات مختلفة. وبتبدأ صديقته تجهز له أسلحة وبتحطها له في شنطة العربية، وبيتحرك بالعربية وبيروح لمكان بيراقب فيه أول واحد على لستة السواق واللي بيطلع شخص عجوز وعايش في دار مسنين. وباسم الشرطة بتبدأ الضابط سيسيرو إنها تشتغل على القضية، وبيقول لها مديرها أنا آسف إن ما بلغتكيش إن في حد هيشتغل معاكي لكن حاولي تستفيدي منه. ولما بيوصل الضابط للاسم بيسألها عن آخر التطورات فبتقول له عرفنا مين هو وإنه لسه طالع من السجن امبارح، وكمان مأمور السجن قال إنه اتحبس 10 سنين والسبب إنه شارك في سطو مسلح على بنك، وإنه كان بيشتغل في التهريب جوه السجن وعشان كده حوش فلوس ومحدش من العصابات قدر عليه. كلهم كانوا بمجرد ما بيشوفوا التاتو بتاعه بيخافوا منه، وكان دوره في عملية السرقة اللي عملها من 10 سنين إنه يسوق لباقي العصابة، وعشان كده لقبه السواق، وإنه كان شاطر جدا وقدر يهرب من الشرطة في وقتها. وبنروح لدار المسنين وبيطلع الشخص العجوز وبتساعده شابة صغيرة وبتطلع له الطلبات لغرفته وبيعزمها على مشروب وبيكون حاطط لها فيه مخدر. في نفس الوقت بيوصل السواق للمكان وبنشوف القاتل وهو بيراقبه وبيدخل وراه دار المسنين، وبتحكي الضابط سيسيرو عن وقت القبض عليه وبتقول ان عصابة تانية هي اللي بلغت عنه بعد ما خدوا منهم الفلوس وكمان قتلوا زمايله، وان كان في فيديو متصور للعصابة وهم بياخدوا الفلوس، وكمان قدروا انهم يقتلوا اخوه في نفس العملية. وساعتها خد باله ان في حد كان بيصوروا فيديو لكن واحد منهم ضربه بالنار في دماغه من ورا، وساعتها اتنقل للمستشفى وقدروا يطلعوا منه الرصاصة، وانها كانت السبب انه عمل عمليات كتير وركب شريحة معدنية
سخونية في الجمجمة، والدكاترة كانوا خلاص أعلنوا وفاته، لكنه فاق تاني وطلع عايش. وبتقول الضابط إنه أكيد دلوقتي هيطاردهم كلهم ويقتلهم. وبيوصل السواق لغرفة الراجل العجوز اللي بيكون خدر البنت وعايز يغتصبها، وبيكسر الباب وبيدخل عليه، والراجل بيترجى انه ما يقتلوش، وبيقول له ما كنتش اعرف ان الوضع هيوصل لكده، لكن بيضربه بالرصاصه في راسه وبيقول للبنت تهرب. وقت ما بيطلع من المكان بيقابله القاتل اللي بيحاول يضربه بالنار، لكن بتظهر طفله في المكان فبيقدر يهرب منه، وبياخد عربيته وبيمشي بيها من المكان بسرعه. وبيروح الضابط لبيت طليقته اللي بتقول له انه اتاخر كالعاده، فبيقول لها انه كان مشغول في قضيه جنائيه كبيره، وبياخد ابنه عشان يوصله لمباراه بيسبول. وبيتكلم معاه هم في العربيه وبيساله عن مكانه في الفريق، وبتجيله مكالمه من الضابط سيسيرو وبتبلغه ان في قتيل تاني اتقتل، لكن بيبلغها انه مش هيعرف يروح لها عشان الماتش بتاع ابنه. وبيروح بعد ساعتين وبتقول له ان المجرم قدم لنا خدمه كبيره، وان الراجل ده كان مغتصب وبيصور البنات، وغالبا هو اللي صور الفيديو بتاع السواق واخوه. لكن الغريب ان المره دي ان الشهود قالوا ان كان في واحد تاني معاه مسدس، وبرضه حاول انه يقتل المجرم، ومحدش من الجيران اتعرف عليه، لكن قالوا انه كان وسيم وشيك وكانه نجم سينما. وبيتصل القاتل بصديقته وبيحكي لها اللي حصل، وبيقول لها انه شخص غريب وكانه مش بيخاف، مع ان يبان ان مهارته قليله، لكن ما قدرش يقتله. وبتقول له ما تقلقش اكيد انت هتقدر عليه. وبيوصل السواق لفندق صغير بعيد عن الطريق، وهناك بيلاقي صورته ابتدت تنتشر في الاخبار، وبيطلبوا من الناس ان لو حد اتعرف عليه يبلغ الشرطه. وفي اليوم الثالث بيروح الضابط للقسم، وهناك بتشوف الضابط سيسيرو وشم على ايده، فبتستغرب لانه كان في فرقه ضباط التدخل السريع، وبتساله ايه اللي جراله، وبيحكي لها انه اتعرف على مخبره اسمها مريان، ووقتها حبوا بعض ودخلوا تاهيل من الادمان، وعشان كده اتنقل لشغله عادي. فبتساله بطلت مخدرات من امتى، وبيقول لها من ساعه ما ابني اتولد. وبيروح السواق لبيت تالت واحده على الليسته، لكنها مش بتكون واحده من العصابه، لكن كانت صديقته قبل ما يتسجن. ولما بيدخل عليها البيت بيشوف معاها طفل عمره 8 سنين وطفل تاني عمره سنه، وبتعرفه ان الطفل الكبير ده مش ابنه، وانها اجهضت ابنه لما دخل السجن، وان هو السبب عشان كان بيرفض زيارتها ليه وهو في السجن. وبتساله كنت هحتفظ بالطفل ليه، بتعرفه ان مفيش حاجه في المكان ده تخصه، لكن بتتمنى له انه يقتل العصابه كلها ويتخلص منهم. وبنشوف القاتل وهو بيتجوز صديقته، وبيقترح عليها انه يسيب شغله ويكونوا اسره، وانه يبيع البيت بتاعه ويشتروا بيت تاني بعيد. في نفس الوقت بيروح الضابط لبيت طليقته ويطلب منها انها تديله فرصه تانيه، ويقول لها انه هيتعالج من الادمان، بس تسمح له انه يقضي يوم واحد معاها بس هي وابنه. وبيتحرك السواق لمدينه اسمها نيفادا، وهناك بيدور على الشخص اللي قتل اخوه، وبيلاقيه شغال بوديجارد في نايل. بيدخل وراه المكان وبيلاقيه رايح الحمام، وساعتها بيقرر انه يروح وراه، وبيقول له انا كنت مستنيك وعارف انك هتيجي. وبتبدا مواجهه عنيفه بينهم، وبيطعنوا السواق طعنات كتيره، وبياخد تليفونه وبيمشي من المكان. بيقضي الضابط اليوم مع ابنه، وبيبدا يتكلم معاه عن كره البيسبول وبيشجعه، وبيقول له انهم هيلعبوا مع بعض تاني. لكن بيسمع صوت من الحمام، ويتفاجئ بطليقته وهي واقعه على الارض بعد ما خدت جرعه كبيره من المخدرات، وبتقول له اننا هندفع ثمن اللي عملناه. في اليوم الرابع بيستعد القاتل وبيقرر يكمل المهمه ويقتل السواق. في نفس الوقت الضابط بيقرر ياخد القضيه، بيكلم الضابط سيسيرو وبيقول لها انه هيروح نيفادا عشان يحقق في قضيه الطعن، لكن بتقول له ان ده مش اسلوب، ان هو بيضرب نار، لكن بيقول لها انه نفس المجرم انه هيروح برضه، وبيقفل الخط في وشها. وفي طريق العوده بيسمع السواق في نشره الاخبار ان الراجل اللي طعنه امبارح ما ماتش ولحقوه في المستشفى، بيقرر يرجع له تاني عشان يقتله. في نفس الوقت الضابط بيكون وصل للمستشفى اللي فيها الضحيه، وبيكون قاعد ومستني ان السواق يظهر في المكان. وبيوصل السواق وبيدخل المستشفى بسرعه، وبيكون الضحيه في غرفه العمليات، فبيدخل عليهم وبيضربوا بالنار قدام الدكاتره. وبيسمع الضابط صوت الرصاص والناس اللي بتصوت، وبيروح للمكان وبيبدا يجري وراه لحد ما بيوصلوا لبدروم المستشفى، وبيحاول الضابط يضرب عليه نار لكن بيفشل. وبيكون السواق قدامه وقادر يقتله، لكن بيسيبه وبيمشي وما بيرضاش يأذيه. وبيخرج من المستشفى بسرعه، وبيكون القاتل مستنيه، وبيبدا يطارده في الطريق السريع، وبيحاول يوقفه لكن بسببهم بتحصل حادثه لحد ما بيقفوا قصاد بعض، وبيضرب القاتل عليه بالنار. وبتيجي مكالمه للقاتل من الشخص اللي كلفه بالمهمه، بيقول له انه خلاص يوقف العمليه، لكن بيقول له اديني فرصه وهقدر انفذها. وبيوصل السواق لبيت اهله لكن مش بيلاقي غير مامته، ولما بيسالها عن جوزها بتقول له انه مات من 3 4 سنين. وساعتها بتساله عن السبب اللي مخليه عايز يقتله، فبيقول لها انه خانهم وان اخوه راح له زمان، وانه طلب منه المساعده في سرقه البنك. فبتساله لو كان متخيل انه ممكن يقتل ابنه، بتعرفه انه مستحيل يأذيه لانه كان بيحبه. وبيبص على صور قديمه للعيله، بس ساعتها بنكتشف ان طليقه الضابط كانت صديقه اخوه. في اليوم الخامس بيروح الضابط للقسم، وبيرحبوا بيه جدا بعد مواجهته مع السواق في المستشفى. وبتقول له الضابط سيسيرو ان توقعه كان صح، لكنها اكتشفت ان كل ضحايا المجرم كانوا مخبرين للشرطه، كلهم كان عندهم سوابق وخرجوا منها مقابل الشغل لصالح الشرطه، وان لسه في 2 ما وصلهمش المجرم ولازم يحققوا معاهم. في نفس الوقت بيكون السواق في طريقه للضحيه الاخيره، والقاتل بيكون ماشي وراه وبيراقبه، ويروح لبلد صغيره فيها الشخص الاخير. بيطلع واحد من العصابه اللي كان معاه زمان، ساعتها بيكتشف انه قسيس
وبينصح الناس وعنده أسرة، ويسأله مين اللي خانهم فبيقول له إنه ما يعرفش، لكن كل اللي يعرفه إن في حد بعت له فلوس قصاد إنه يسكت. وبعدها اتسجن، وجوه السجن قرر يتوب ويغير طريقه، ويحاول يقنعه إنه ما يقتلوش ويبعد عن الانتقام اللي ملأ قلبه، وفعلا بيسيبه وما بيرضاش يقتله. والقاتل بيكون مراقبه وبيدخل الكنيسة، فبيشوفه قاعد وبيبص على صورته مع أخوه، بيفكر في كلام القسيس، وبيحط المسدس على راسه وبيقول له هديك فرصة وهخليك تواجهني. فبيقول له السواق أنا مفيش بيني وبينك حاجة عشان أقتلك. في نفس الوقت بيوصل الضابط للمكان، وبيكلم الضابط سيسيرو وبيقول لها على مكان، فبتقول له هجيب دعم واجيلك. بيقول لها إن مفيش وقت، وإنه لو مات تقول لابنه إنه بطل. والقاتل بيشوف الليستة اللي مع السواق، وبيقول له لو أنت مفكر إنك خلصت كده فلسه في شخص كمان ناقص، والشخص ده هو اللي دفع لي فلوس عشان أقتلك. وبيدخل الضابط في نفس اللحظة، وبيقول للقاتل يرمي سلاحه، وفجأة بيضرب نار على السواق، وبنتفاجئ بمشهد فلاش باك بيكون هو الضابط الشخص اللي ضرب عليه نار زمان، وبيطلع هو الشخص اللي بعت العصابة. وبيسأله القاتل انت ليه دفعت لي عشان اقتله لما انت تقدر تقتله بنفسك؟ بيوريه لستة الاسماء وبيقول له انه ما كانش يعرف عنه حاجة. الضابط قال له انه عرف لما سابه في المستشفى، وبيعرفه ان صديقة اخوه كانت مخبرة عنده زمان وما كانش ينفع يسيبه عايش. في نفس الوقت الضابط سيسيرو بتكون في الطريق للمكان، ساعتها بتراجع اوراق القضية، وبتكتشف ان كل المخبرين كانوا شغالين مع الضابط زمان. تتصل بمديرها وبتقول له انت اللي عينته في القضية، بيقول لها لا، وان هو اللي ترجاني انه يشتغل فيه، ووافقت لانها اخر قضية ليه قبل ما يطلع على المعاش. وبتفهم ساعتها ان ورا كل الجرايم دي. وبيطلع الضابط يكلم طليقه، وبيقول لها انه خلاص خلص عليه ومشاكلهم انتهت، وانه هيرجع البيت خلال ساعتين. لكن بيتفاجئ بالسواق لسه عايش وبيضرب عليه نار. ولما بيسأله ازاي لسه عايش بيقول له ان الرصاصة جت في الشريحة المعدن اللي اتركبت له زمان في جمجمته لما ضربه بالنار، وان هي السبب انه يطلع عايش تاني. بيضربه بالنار وبيقتله، وبياخد عربيته وبيمشي بسرعة بعد ما كمل مهمته للآخر. وبتوصل الضابط سيسيرو للمكان، وساعتها بتلاقي الضابط مقتول، لكن بتخبي الورقة اللي بتثبت ان كل المخبرين دول كانوا شغالين معاه عشان تضمن ان القضية هتتقفل.